أنتم كيان شيعي، أنتم كيان شيعي. المشكلة وأننا كيان شيعي لم يبقى من الوقت الكثير. لديكم متشيعون في برلمانكم، والله عيب أن تتكلموا. والمخدرات، ابن رئيسك متهم بالمخدرات وتم إخراجه من السجن بعد أن أصبح تبون رئيسا. تكلم عن هذا. أنتم نظام عبد السلام بوشوارب، عبد السلام بوشوارب هو الذي صنع رئيسك. عيب عليكم أن تتكلموا، والله عيب. عيب. آخر من يتكلم عن الشفافية وعن النزاهة وعن المخدرات في هذا العالم ضيفينا الكريمين. عيب عليكم. نظام من المرتزقة، نظام من المجرمين، من القتالين، تقتلون الأبرياء. شكرا للضيفين الكريمين من الرباط الدكتور عبد الفتاح نعوم، ومن الجزائر الدكتور محمد علي البيج. أبدأ من الرباط معك دكتور عبد الفتاح حتى نفهم السياق أولا. ترى الجزائر أن تحركات حرس حدودها قرب منطقة إيش في إقليم فيجيغ هو تحرك على الأرض الجزائرية. لماذا من وجهة نظرك أثارت تلك التحركات الرأي العام المغربية بهذا الشكل الكبير؟ أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبضيفك الكريم. المشكلة عند الجزائر هو أنها تقرأ معاهدة 1972 بطريقة تناسب مزاج النظام الحاكم هناك، الذي يريد أن يفسر المعاهدة ويقرأها في اتجاه يسمح بتوظيفها من أجل استفزاز المغرب، من أجل الذهاب إلى أحداث أو وقائع ذات طبيعة عسكرية أو أمنية يمكن أن تجر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب أو صدام عسكري أو أي مشكل من هذا القبيل يخرج الجزائر من مشكلتها التي هي عبارة عن مأزق حقيقي جيوسياسي في الساحل، في النيجر، في ليبيا، في مشكلتها مع أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس عليها ضغطا قويا من أجل حل معضلة شمال إفريقيا والذهاب نحو صلح بين الجزائر وبين المغرب. تريد الجزائر أن تجر المغرب نحو خلاف حدودي جديد لكي تقول للولايات المتحدة الأمريكية هذا هو المغرب الذي تريدون أن نتصالح معه، ها هو يريد أن يتدخل في شؤوننا ويريد أن يطالبنا بأراضي تتقاعد من السيادة الجزائرية. أما المقتضى القانوني شيء آخر. المقتضى القانوني اتفاقية 72 تنص على أن هذه الأراضي هي مشمولة بالسيادة الجزائرية، هذا موجود في الاتفاقية، لكن أيضا الاتفاقية فيها ديباجة. سنعود إلى هذه الاتفاقية على اتفاقات سابقة على 72. سنعود إلى هذه الاتفاقية، ولكن قبل ذلك فض الخلاف وتراجعت القوات التي تقدمت إلى هذا المقتضى مهم. سنعود إليه، ولكن ما رأيك أن تلك عناصر حرس الحدود تراجعت وانتهى الأمر؟ لو كان للجزائر كما تقول هذا التوجه، هذه النية، لما تراجعت. لا، الجزائر تريد أن تنتج مشكلة مع السكان، مع الأهالي السكان في جيغ الذين لديهم حقوق مدنية توجد في متقادمة ومستقرة ومتراكمة منذ القرن التاسع عشر، توجد في تلك الأراضي. كانوا يستغلون بساتينا ويستغلون مروجا ومراعيا، وهذه الأمور تنظمها اتفاقية معاهدة الأمغنية واتفاق 1901 و1902، وهذه الاتفاقات الثلاثة منصوص عليها في ديباجة 1972. أيضا المسألة مرتبطة بواقع تم الاتفاق على أنه ينبغي أن تصونه أيضا اتفاقية 72، وينبغي أن تصونه كل البروتوكولات الملحقة بها، وتصونه الإعلانات المتكاملة المتصلة، إضافة إلى اتفاقية استغلال المنجم غار الجبيلات. كل هذه المقتضيات تعني أنه المناطق المشمولة بالسيادة الجزائرية شيء، لكن الحقوق المدنية المتراكمة والتي توجد بصددها أيضا ملكيات عقارية موجودة حتى من أيام ما كانت الجزائر إقليما فرنسيا متكاملا قبل أن يحصل على حكم ذاتي في العام 1962. إذن حينما نقول أنه المشكلة عند الجزائر الآن وأنها تبحث عن إثارة مشكل عنوانه أنها هي المعتدى عليها، تريد أن تظهر في أنها هي التي يعتدى عليها، وأن المغرب هو الذي يتدخل في شؤونها، وأن السكان المغاربة يتطاولون على ممتلكات داخل أراضيها المشمولة بسيادتها، للقول أنه المغرب هو الذي لا يريد حلا لمشكلة شمال إفريقيا وهو الذي يعتدي على الجزائر. هذه الصورة التي تريد أن تصمها، هذه هي الصورة التي تريد أن ترسمها الجزائر باء بالفشل من وجهة نظر مغربية. ما قولك دكتور محمد علي ربيج؟ أجدد الترحاب بك، وقبل لك أن ترد بطبيعة الحال، ويجب أن ترد على كل هذه النقاط التي ذكرها الدكتور نعوم، لكن بعيدا عن مسألة السرديات، هل يمكن اعتبار ما حدث في منطقة إيش قرب فيجيغ مجرد حادث حدودي عادي؟
مساء الخير أحمد، تحية لك ولضيفك الكريم. استمعت إلى ضيفك ولم أقاطعه، وأتمنى أنه لا يقاطعني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالكثير من المغالطات التاريخية والقانونية والسياسية التي تحدث عنها ضيفك ويريد أن يغلط بها الرأي العام العربي والمغربي. فيما يتعلق بما حدث أحمد، أنا كنت قلت لك في البداية أن الذي حدث هو أمر روتيني عادي طبيعي قامت به قوات الدرك الوطني وحرس الحدود بتعليم وتثبيت نقاط حدود مثبتة في القوانين والاتفاقيات التي المغرب كعضو في المنظمة الاتحاد الإفريقي وفي الاتحاد الإفريقي وفي الأمم المتحدة مثبتة. الآن ضيفك يتكلم على كثير من النقاط، يتكلم على الحدود، مشكلة الحدود مع المغرب، يتكلم على الحقوق المدنية، مصطلح جديد يتقدم به الدكتور في العلوم السياسية، ويتكلم عن حقوق مدنية لمغاربة في أراضي جزائرية وسمحت لهم الجزائر طيلة كل هذه العقود، ولم نتكلم مع هؤلاء الساكنة في فيجيج وفي إيش وفي مناطق أخرى، وكانوا ينعمون بالأمن والاستقرار تحت مراقبة كل أجهزة الأمن الجزائرية. لكن عندما شعرنا بأنه فيه خطر من قبل السلطات المخزن وليس الشعب المغربي، اليوم الأمر تغير، ومن حق الجزائر قانونيا أنها تثبت علامات الحدود، وأنها تذكر الطرف المغربي سواء عسكري أو مدني بأنه يجب أن يلتزم هذه الحدود. ضيفك الكريم تكلم على اتفاقيات ومعاهدات تاريخية، تكلم على اتفاقية 1972، تكلم على اتفاقية لالا مغنية، تكلم على أمور كثيرة، وتكلم كذلك، وأتمنى أنه كان يتكلم على خطابات علال الفاسي عندما قال بأنه على حدود المغرب أن تنتشر إلى غاية نهر السنغال وإلى شرق الجزائر، شرق المغرب اللي هو غرب الجزائر. المغرب الآن وحكومة المخزن أحمد اليوم تمر بإشكالية وبأزمة خانقة داخل المغرب، بدءا بمرض الملك محمد السادس الذي نتمنى له الشفاء. نتكلم على الإخفاق في كأس إفريقيا واللي كان يعول عليه حتى لا نبتعد كثيرا، حتى لا نبتعد كثيرا. ليس للأمر علاقة لا بمرض الملك ولا بكأس إفريقيا، على اعتبار أن التوتر جاء من الجهة الأخرى. ولكن تعقيب بسيط وسأعطيك المجال. سأبقى معك دكتور، سأبقى معك حتى لا نبتعد فقط عن صلب موضوعنا. الصور والفيديوهات توثق التحركات على الجانب الجزائري من الحدود لأفراد من الجيش الجزائري، وهذا الحد هو مع دولة تعتبره الجزائر عدوة، مما قد يفضي إلى توتر أوسع مما حصل حتى الآن. والمشكلة أن تلك الحدود غير مرسمة نهائيا، وأفضت تلك التحركات كما تفضلت إلى تثبيت حدود من طرف واحد بأكوام حجارة صبغت بجير مذاب في الماء. ألا يستوجب ذلك توافقا بين الطرفين والاتفاق على مكان وضع تلك الأحجار أو تثبيت الحدود؟ أحمد، أنا قلت لك في البداية هذه الحدود مثبتة ومؤكدة من قبل اتفاقية ومعاهدات دولية، والمغرب عندما التحق كعضو في منظمة الوحدة الإفريقية وفي الاتحاد الإفريقي أقر بمبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار. والمغرب العاهل الحسن الثاني عندما زار الجزائر ووقع اتفاقية 1972 وقعها على هذا المبدأ. أنا عندما أتكلم على الظروف السياسية وحالة اللا استقرار داخل المغرب، أنا أريد أن أصل إلى فكرة أحمد، أن المغرب وحكومة المخزن اليوم تعيش حالة من الاضطراب داخلي، نشوفوها في المظاهرات، نشوفوها في هذا يعني السقوط على مستوى التنمية المحلية، على الهياكل القاعدية. شفنا الفيضانات وازدادت في كثير من الأقاليم المغربية. حالة الغضب وحالة الاحتقان داخل الشارع المغربي. يريد يبحث اليوم المغرب عن شماعة لتعليق هذا الأمر من خلال تقديم صورة بأن اليوم الجزائر تتهيأ لشن حرب ضد المغرب، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. احنا قلنا في كثير من المرات. دكتور سنعود إلى سباق التسلح أيضا، لكن هذا التحرك العادي. لكن قبل أيام قتل وأعلن الجيش الجزائري تصفية
3 مواطنين مغاربة بدعوى أنهم كانوا تجار مخدرات أو يحاولون تهريب المخدرات إلى الداخل الجزائري. وفي الصيف الماضي تم الإجهاز على مصطافين كانوا يستقلون الجيت سكي في السعيدية، وأنت تتذكر هذا الحادث أيضا لأنهم تجاوزوا الحدود المائية بين المغرب والجزائر. لنفترض دعني لا. هكذا يقال، هذه حتى لا نفوت في السرديات، لكن هناك قتل على الحدود وهذا هو المهم. ليس مهما إن كانوا تجار مخدرات أو ما إلى ذلك، المهم هناك قتل على الحدود. وسأعود بك إلى جوهر النقاش. لنفترض أن سكان هذه المنطقة، منطقة إيش، غير راضين على اعتبار ما وراء الحجارة المجيرة أرضا جزائرية فتجاوزوها بأغنامهم أو مواشيهم، هل سيتعرضون لإطلاق نار ولا ربما لاعتقال من وجهة نظرك؟ لا أحمد، عاشوا اليد لعدة سنوات، لعدة عقود في هذه المنطقة وفي منطقة فيجيد، لكن هناك الآن تثبيت للحدود وهناك أحجار. هل يعني ذلك أن من تجاوزها يعتبر يعني هدفا لبنادق حرس الحدود؟ لا، هو هدف لتنبيه من قبل قوات الحرس الحدود الجزائرية أنه تجاوز الحدود وعليه أن يرجع إلى ما وراء الحدود. هل يقبل اليوم المغرب أن يكون هنالك دول أو عناصر أو جاليات أخرى تدخل إلى الأراضي المغربية دون إذن وبطريقة غير شرعية؟ الذي يحدث الآن هو ترسيم للحدود بطريقة قانونية، والتعامل سيكون بطريقة قانونية. ذكرك فقط أحمد في نقطة مهمة فيما يتعلق بالتجار المغاربة الذين دخلوا إلى الأراضي الجزائرية وهم يحملون شحنات من المخدرات. لم يكن القوات الجزائرية بإمكانها أنها تتأكد من جنسية هؤلاء المهربين أو هؤلاء تجار المخدرات. تم التعامل معهم بطريقة احترافية وبجاهزية على أنهم تجار مخدرات. لم نكن نعرف أنهم ليس هذا موضوعنا. الموضوع هو كل من تجاوز الحدود يمكن أن يصبح هدفا لقوات حرس الحدود. الدكتور نعوم لربما لديه ما يرد به عليك في نقاط كثيرة تفضلت بذكرها في معرض جوابك. أعطيك المجال دكتور نعوم قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني. أكيد. لا يعني هو يعني أنا حتى أرد على الدكتور محمد على فيما يتعلق بالطريقة التي يحاول أن يبرر بها سلوك يعني حرس الحدود الجزائري وكيف قاموا بوضع هذه الأعلام الحجرية أو صباغة هذه الأحجار بهذه الطريقة. ربما لا يعلم الدكتور المبررات والمسوغات القانونية التي يبني عليها جيش بلده هو المادة السادسة من اتفاقية الحدود 72 تنص على أنه إن لم تجتمع اللجنة المشتركة في مدة 3 سنوات منذ العام 72 من أجل وضع الأعلام الحجرية أو العلامات الحجرية للنقاط التي تم الاتفاق عليها على أنها مشمولة بالسيادة الجزائرية ومنها منطقة إيش أو هذه البساتين أو هذه الأماكن التي نتحدث عنها، فإنه يسوغ للطرف الذي يريد أن يضع أعلاما حجرية في الجهة التي تؤول إليه حسب الاتفاقية أن يقوم بذلك بشكل أحادي الجانب. اللجنة لم تجتمع، وأن معروف أنه الظروف التي وقعت فيها الاتفاقية في العام 72 بعدها بشهرين حصلت محاولة انقلابية في المغرب، وبعدها ب5 أشهر حصلت محاولة انقلابية أخرى في 3 مارس 73، وقبل ذلك قبل توقيع الاتفاقية المغرب لم يكن لديه برلمان أساسا لأنه كان قد بالكاد اعتمد دستور 72. المغرب بعد حينما أجرى أول انتخابات وأصبح لديه برلمان في العام 77 كان قد قطع علاقاته مع الجزائر بسبب اعترافها بجمهورية الصحراء أو جمهورية بن بطوش. يعني التعقيدات التي حصلت جعلت إمكانية إقامة هذه اللجنة المشتركة تصبح مستحيلة. اليوم النظام الموجود في الجزائر يعوم على كل هذه المشاكل السابقة من أجل استثمارها بما يتناسب مع الظرفية ومع الشعارات التي يعلنها الآن في هذه المرحلة وما يريده جيوسياسيا في منطقة شمال إفريقيا. إذن المبرر المسوغ القانوني الذي لم ينتبه إليه الدكتور أو لا يعرفه أو ربما لم يطلع عليه هو المادة السادسة يعني ببساطة. لكن السقطة القانونية أين توجد؟ عند نظامك وعند جيشك وعند بلدك يا أخي الكريم. يعني حتى نناقش يعني أستاذ مع أستاذ أو باحث مع باحث أو حتى طويل بعلم مع طويل بعلم في مكان نتدارس فيه. السقطة القانونية عند بلدك هو أنهم لم ينتبهوا إلى الديباجة. وحسب المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 69 لتفسير المعاهدات واتفاقيته في القسم الثالث الخاص بتفسير المعاهدات تنص
على أنه لا يمكن أن تتناول الدول الاتفاقيات والمعاهدات حرفيا كما هي، ينبغي تفسيرها وتأويلها بناء على ديباجاتها، بناء على الملاحق والنصوص والبروتوكولات، على الإعلانات المشتركة، على الوثائق التحضيرية، على الوثائق القانونية. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن دكتور عبد الفتاح في ظل القطيعة الدبلوماسية. باختصار في هذا الجانب تفضل، سأعطيك المجال دكتور محمد، سأعطيك المجال. فقط هذه الفكرة مهمة. لا أريد أن أعطيك المجال دكتور، حأعطيك المجال. لم أقاطعك يا دكتور، لم أقاطعك. يعني التزمنا منذ البداية أن لا تقاطعني وأن لا أقاطعك. لماذا تقاطعني الآن؟ يعني لماذا تقاطعني؟ طيب أكمل الفكرة. الديباجة تنص على 3 وثائق و3 نصوص هامة جدا. 3 نصوص و3 وثائق تنص عليها الديباجة، هي اتفاقية معاهدة اللامغنية 1845 وبروتوكول 1901 وبروتوكول 1902. على ماذا تنص هذه النصوص؟ على أن للمزارعين المغاربة حقوق نفسك وأنقذ حاشيتك وأولادك. أنتم أولادكم اللي تهربوا في الملايين والملايير إلى تركيا وإلى إسبانيا، أنتم اللي تخلصوا الفرق اللي راهو كاين، أنتم اللي تخلصوا العجز، مش يخلصوا المواطن البسيط. فيه كارثة، القادم أسوأ، لأنه ما وقع في فنزويلا ماذا سينتج عنه؟ اليوم راهو $59 للبرميل. $59 ايش معناتها؟ معناتها أقل من السقف اللي حداته الحكومة الجزائرية في ميزانية 2026. أقسم بالله أني نادم على بوتفليقة، لأني ما كنتش نتخيل نوصلوا لهذا الوضع الخايل اللي رانا فيه. انا كنت داير في بالي باللي نتقدموا، لقيت روحي رانا في المؤخره. يا راه هو انت الوطن تاعك اللي تحوس عليه، انت الوطن اللي دايروا في جيبك انت وقت اللي تنفع لك تخرجوا. واش دير برب الوطن تاعك هذا؟ انا تعشيها لي انا راقد نوض نلقى المازوت زدت لي. رئيس الجمهوريه وعد الشعب الجزائري وعد الرجال، ما كان زياده في الاسعار، ورقدوا متهنين ما كانش زياده في الاسعار، ما كانش. الشعب ينوض يلقى الاسعار زادت. انقذوا الجزائر لان الوضع القادم خطير، وخطير جدا جدا جدا. الآن نتكلموا بكل بساطة وبكل وضوح وبكل أريحية، وأنا كنت واضح وصريح. قلت لكم أنه منظومة حكم تبون انتهت. أنا بالنسبة لي تبون انتهى، علينا أن نفكر ما بعد تبون. وأنا طالبت وما زلت أطالب بخروج سلس وسلمي لتبون وحاشيته. نظموا انتخابات رئاسية مسبقة، اعلنوا عليها من الان. قال رئيس تبون نظرا لظروفه الصحيه راهو تعبان مريض، راهو ولا يهترف ولا ما يعرفش يهضر مسكين، ولا يخلط شعبان في رمضان، ولا يدخل كذا شعبان في رمضان، يعتذر عن مواصله المهمه وينظم انتخابات رئاسيه. ديرها في اي وقت، ما ديرها في اي وقت، سبتمبر 2026 او ابريل 2027، مهم انتخابات رئاسيه مسبقه، وتخرج بسلام أنت ومن معك. تخرج بسلام، إلا الفاسدين اللي يتحاكموا. كي نقول أنت ومن معك، على الأقل أفراد العائلة نتاعك تخرج بسلام ووصلتك انت. وتسجل في كتب التاريخ أنه الرئيس الثاني في تاريخ الجزائر اللي قدم استقالته بعد زروال ربي يطول في عمره، اللي خرج رافع راسه. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. زروال فهم باللي الأمور ما فيهاش، قدم استقالته. الآن أمامك فرصة يا سي تبون، وراني نقول لك يا سي تبون بكل ادب واحترام، وراني نقول لك يا عمي تبون بكل ادب واحترام، لانه ما عنديش مشكل معك شخصي. انا شايف البلاد داخله في حيط اكثر من اللي داخله في حيط. تقول باللي دخلوا في حيط الله لا يردكم، الله لا يردنا معليش، لكنك مدخل البلاد في حيط. انقذ نفسك وانقذ حاشيتك واولادك. انسحب بشرف، لانه استمرارك في هذا التعنت يا تبون سيجعلك تخرج من الباب الضيق الى مزبله التاريخ أكثر من حاشية بوتفليقة. الآن اكتشفت أنه حتى المؤسسة العسكرية رافضة التلاعب بالدستور، والشعب رافض التلاعب بالدستور، ويعني كل طوائف المجتمع ترفض التلاعب بالدستور وترفض هذه القرارات الارتجالية تاعكم، تاع قانون المرور تديروه في سمانة تاع السفنج هكذا، طيب حبة سفنج ورمين بعد راكم تخلصوا فيها الآن. رئيس الجمهورية اللي يخرج في خطاب رسمي يوم 31 ديسمبر أو 30، رئيس الجمهورية اللي يخرج في خطاب رسمي يوم 30 ماذا يقول؟ شوفوا الرئيس وش يقول. تضخم تحكمنا فيه، معناه الأمور ماشية كما يرام. أولا، ثانيا أن القدرة الشرائية محافظ عليها، ما فيش ارتفاع أسعار من أجل تضخم. رئيس الجمهورية يخرج أمام الشعب في خطاب رسمي، رانا قضينا على التضخم، ما عندناش تضخم وما كانش زيادة في الأسعار وما تقلقوش روحكم. الناس رقدت متهنية، السيد عطانا وعد.
رئيس الجمهورية وعد الشعب الجزائري وعد رجال. ما كان زيادة في الأسعار، ولو قدوم التهنين ما كانش زيادة في الأسعار، ما كانش. الشعب ينوض يلقى الأسعار زادت، ينوض يلقى الأسعار زادت، ليسونس زادوا فيه، المازوت زادوا فيه، الغاز. كي نقولوا واش معناتها ليسونس زادوا فيه والمازوت زادوا فيه، واش معناتها؟ ماذا يعني؟ أنا تكلمت لكم أكثر من مرة، قلت لكم أنه فيه بعض النواب وفيه بعض رجال دولة اللي نعتبرهم رجال دولة اللي نحترمهم، ومن بين هذا النواب النائب سعداوي هذاك تاع النعامة ولا عين الصفراء ولا بيض ولا ما نعرف منين، لأن ما نعرفوش، كنا نعرفوه يقول بالزير هاوي يدير له بيبليستي صح وما نعرفوش ولا ما نعرف، لكن يعجبني لأنه إنسان وطني وإنسان يخاف على مصلحة البلاد وإنسان يعني رجل دولة. هو نائب في البرلمان سابق نحاوه مسكين، قال لك ما لأنه دار عهدتين قال لك ما يزيدش، من المفروض هذاك يبقى نائب إلى يوم القيامة، لأنه بالفعل رجل دولة ويخاف على مصلحة البلاد ومصلحة الشعب، وهذاك بالفعل منتخب من طرف الشعب. سعداوي منتخب من طرف الشعب، نعم النائب تاع النعامة هذاك منتخب من طرف الشعب، الشعب هو اللي انتخبه، ولو كان يترشح غدوة في الانتخابات يفوز. أنا لو كنت جيت نسكن في النعامة ندير له حملة انتخابية يفوز. لماذا؟ اسمعوا ماذا يقول، اسمعوا ماذا يقول. السعر كي يزيد في المازوت وحدة أخرى التي تعتبر أساسية في نظر البسيط والفقير، تزيد الخضر والفواكه ومواد أخرى. هذا الفلاح اللي عنده الموتور ينوضها بالمازوت، غدوة يدير لك أي مادة يقول لك أنا رفعوا لي المازوت، نزيد في المنتوج هذا، نمشوا لمول التفاح يزيد دينار، نمشوا اللي يتحمل ثاني النفقات هذه. هو البسيط فيما بقى الراتب إذا كانوا طبقة العمال ما نزيدوهمش الراتب يقعد ستاغني، صافي دير كوا سواء معناه انه كونتريبيون على الانفلاسيون المتعمده. كلام حكيم، كلام صحيح. يعني تخيل لو كان رئيس تبون جايب واحد مثل هذا